السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سلام عليكم مشاهدين كرام. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن إصابة أمين حارث وإلياس ابن صغير وأملاح وفالنسيا وأمين عدلي تمثيل المنتخب المغربي وإبراهيم دياز. ساهم النجم الشاب لامين يامال في إنقاذ نادي برشلونة من خسارة محققة بعدما قلبت كتيبة المدرب تشافي النتيجة أمام فريق فياريال ب4 أهداف مقابل 3 أهداف الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني لكرة القدم. لامين يامال واصل خطف الأنظار إليه وبقوة بعدما جعل المدرب تشافي يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية، وأجلس الإسباني أنسو فاتي على مقاعد البدلاء، حيث تمكن صاحب 16 عاما من تقديم أوراق اعتماده رسميا، ويعود الفضل للموهبة الشابة بصناعة الهدف الأول بعدما قام بإرسال تمريرة محكمة للغاية تابعها زميله غابي برأسية متقنة في الدقيقة 13 ليصبح لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يصنع هدفا في مباراة بالقرن الحالي. التقى نجم نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم إبراهيم دياز بمعجبيه وهو يتجول بأزقة المدينة العتيقة لطنجة، ولقيت جولة اللاعب ذو الأصول المغربية الأسبانية ترحيبا كبيرا من قبل المحبين الذين بادلوه التحايا وأخذوا معه صورا تذكارية للإشارة. فاللاعب إبراهيم دياز هو لاعب كرة قدم يحمل الجنسية الإسبانية والمغربية، كون أصله مغربيا على الرغم من ولادته في إسبانيا، ويلعب لصالح ريال مدريد، وقد تمت إعارته سابقا إلى AC ميلان مدة 3 سنوات، وقبل ذلك لعب في البريمير ليج مع مانشستر سيتي. وينتظر أن تحمل قائمة لاعبي المنتخب الوطني المغربي اسم إبراهيم دياز خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها وليد الركراكي. فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي أن الدولي المغربي أمين حارث يعاني من إصابة على مستوى فخذه الأيمن، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية ستحدد مدة غيابه. وقال مارسيلينو بخصوص وضعية حارث الصحية إن اللاعب يشعر بألم في فخذه الأيمن، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيجري فحوصات طبية لمعرفة طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب. وكان الدولي المغربي قد اضطر لمغادرة أرضية الملعب خلال مباراة فريقه ضد بريست أمس السبت برسم الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي بعد تعرضه للإصابة. قرر نجم ناد باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي تمثيل المنتخب المغربي الأول على حساب فرنسا التي نشأ وترعرع فيها، حيث سطع نجمه سابقا برفقة نادي تولوز قبل انضمامه إلى صفوف ليفركوزن الذي قدم أوراق اعتماده برفقته في منافسات الدوري الألماني. واستفسر العربي الجديد مسؤولا بارزا داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم عن قرار اللاعب أمين عدلي بخصوص اختياره تمثيل المنتخب المغربي الأول. وقال المسؤول المغربي إن وليد الركراكي تواصل مع اللاعب أمين منذ مدة طويلة، والأخير أعطى موافقته للعب مع أسود الأطلس. سنرى الآن إن كان وليد سيضعه في القائمة النهائية التي ستواجه منتخبي ليبيريا وبوركينا فاسو والتي سيعلنها الثلاثاء المقبل. اللاعب أمين أظهر حماس كبير في الآونة الأخيرة لتمثيل منتخب بلده الأصلي بدل فرنسا التي نشأ فيها، وازداد حماسه بعد المشاركة الرائعة للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. كشفت شبكة ريليفو الإسبانية أن الدولي المغربي سليم أملاح متوسط ميدان بلد الوليد بات قريبا من الانتقال إلى فالنسيا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. يغيب اللاعب إلياس ابن الصغير عن صفوف فريقه موناكو الفرنسية لبضعة أسابيع، وهو الأمر الذي سيؤخر ظهوره مع المنتخب المغربي بعدما كان الناخب الوطني وليد الركراكي يتابع تحركاته منذ مدة، شأنه في ذلك شأن ربان المنتخب المغربي الأولمبي عصام الشرعي.